طبعا احنا كتير بنسمع عن عقوق الأولاد لأهاليهم، بس مش كتير بنتكلم عن عقوق الأهالي لأولادهم. مع إن عارف بقى عقوق الأهالي لأولادهم ممكن يكون خطر 100 مرة وتوابعه بشعة. يعني مثلا حكاية النهاردة خيانة مكتملة الأركان، ومن أسبابها والله أعلم يعني هي المعاملة البشعة من الأب لابنه. بس السؤال المهم، هل ده مبرر أو توصل إن الابن ينتقم من باباه ويجره لسكة خيانة وطنه؟ استنى ما تجاوبش دلوقتي، اسمع الحكاية الأول والإجابة هسيبها لك بعدين في الآخر. تعال بقى نبتدي الحكاية من الأول خالص، حكاية الجاسوس سمير ويليام باسيلي وباباه ويليام باسيلي. اتفضل بقى اشرب الشاي عشان نبتدي الحكاية. سنة 1960 نجح سمير باسيلي في الثانوية العامة بالعافية، ودخل بعديها معهد، ولكن ما كملش دراسته فيه. ليه؟ لأن باباه ويليام كان بخيل جدا عليه، غير طبعه الهجومي والشرس مع أولاده. ما كانش بيحسس سمير بالحب أو بالقدوة أبدا. فسمير ابنه زهق من العيشة في جو مشحون ومتوتر بالشكل ده، وبقى بيسيب البيت على طول ويسهر مع أصحابه في أي مكان. ولكن مجرد ما يرجع لازم يسمع كلام يسم البدن من والده، سخرية بقى وتقطيع ومعايرته بفشله، ودايما بيهدده بطرده من البيت، وبيقول الكلام ده علنا لوالدته. وهي دي العلاقة بينهم على طول. سمير زهق ومبقاش طايق العيشة في البيت مع طبع باباه، فقال لك ايه بقى، يسافر لألمانيا، وبلغ باباه علشان يساعده في المصاريف. فزي ما هو متوقع رفض، وقعد يسخر منه ويفكره طبعا بفشله، وسمعه ما لذ وطاب من كل حاجة تسم البدن. حتى مع تدخل قرايب كبار برضه رفض، وقال لهم ما تتدخلوش في الملكوش فيه. ما كانش قدام سمير غير انه يستلف من اصحابه شوية ومن قرايبه شوية، وسافر فعلا على ألمانيا بعد عذاب. كان جواه كره كبير قوي قوي لوالده واي حاجة بتربطه بيه، لدرجة انه كان بيشتمه في سره دايما، وده كان محسسه على فكرة باحتقار ودونية فظيعة من جواه، وعلى طول في صراع نفسي بينه وبين نفسه. المهم سافر سمير على ألمانيا، وابتدى بقى ايه يتصل بمعارفه علشان يساعدوه ويلاقي شغل بسرعة. وفعلا لقى شغل بسرعة في شركة سيمنز، وكان مرتبه كويس جدا إلى حد ما، ويقدر يعيشه حياة مرتاحة. وشوية شوية ابتدى يكتشف حياة التحرر، وزي ما بيقولوا كده غرق في بحر الشهوات، خمر وستات وليالي مشبوهة. ومرتبه الكبير على فكرة ساعده يتكيف مع حياته الجديدة، ويعرف يصرف كويس قوي. وفي مرة كان قاعد في حاجة كده ايه شبه كباريه، وكان زحمة جدا. قعد جنبه راجل كبير وكان شيك قوي على البار، اسمه هانز مولر. وحصل تعارف ايه ما بينهم كده بسيط، وظهرت واحدة جمالها فوق الخيال. اول ما شافها الراجل نده عليها، جيني اتفضلي تعالي اقعدي معانا. وده كان الفخ الاول لسمير باسيلي، لان الراجل كان ضابط للموساد، وجيني كمان بتشتغل معاه. وطبعا عرفها عليه، وحصل انسجام بين سمير وجيني، وحرفيا سمير اتخطف ذهنيا منها شوية. ومشيت جيني مع صديقها مولار العادي يعني، بعد ما اخدوا طبعا تليفونات بعض. ومن وقت ما سابوه سمير ما بطلش اتصالات على امل يقابل جيني تاني. وقد كان كام يوم كده وهانز مولر اتصل بسمير وقال له ايه رأيك تيجي تتعشى معايا في بيتي النهاردة؟ وطبعا ما صدق، وراح لبيت صاحبه مولار، ولقى هناك جيني اللي هيموت على جمالها. قعدوا كده مع بعض شوية، وفجأة كده مولار قال له اخ ده في ميعاد مهم جدا دلوقتي لازم اروحه بسرعة، خليكم انتم قاعدين والبيت بيتكم يعني. وده كان تاني فخ اتعمل لسمير. طبعا يا فرحة سمير باسيلي مع جيني الجميلة، والشيطان اكيد هيكون تالتهم. ما كانش شايف غير انه هيقضي ليلة جميلة مع اجمل واحدة شافتها عينه. وطبعا جيني كانت مدربة كويس جدا جدا، وعارفة امتى تشد وامتى ترخي وامتى تخليه زي الخاتم في صباعها. وسمير ما كانش شايف الا شهواته بس. وابتدت تحكي عن ظروفها مع شوية صعبانيات كده، انها وحيدة من بعد وفاة والدها، وقد بتموت من القلق والتفكير كل يوم، ونفسها في صديق يقدر يخفف عنها حياتها التعيسة دي، وكلام من النوع اللي انت عارفه ده. هنا سمير سألها، هو مش مولار برضو صديقك وكده يعني؟
فقالت له لا 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 لا، مش صديقي، ده رئيسي في الشغل، انا مجرد سلعة كده وانا ملكه هو واللي معاه، وما اقدرش اتصرف في حياتي براحتي ابدا. هنا برضو سمير سألها سؤال تاني، مين دول اللي بتشتغلي معاهم ومستعبدينك بالشكل ده؟ وهي تعمل نفسها ايه، مش عايزة تقول بكهن كده، وهو يضغط عليها زيادة ويقول لها لازم تقولي لي، انا مستحيل اسيبك. فردت عليه بعد محايلة بانهم الموساد. عارف بقى الهم اللي يضحك، انه ما كانش فاهم يعني ايه كلمة الموساد، ولما عرف منها الغريبة انه لا اعترض ولا قلق ولا استغرب ولا شك حتى، كان معمي تماما. وابتدت تفهمه ايه شغلها اللي بتعاني منه يا عيني، انها مهمتها تتعرف على الشباب العربي وخاصة المصريين، ومن خلال كلامها معاهم عن السياسة والاقتصاد تعرف معلومات وتكتبها في تقارير مفصلة وتبعتها على الموساد. ولكن هي فشلت في مهمتها، لأن الشباب مهتم باللغة الألمانية وما بيعرفوش إنجليزي، فكانت عايزة حد يترجم الأخبار السياسية والصحف ويبعتها لها. فكان رد سمير إن الأخبار اللي في الجرايد متاحة لأي حد، يعني أكيد مش سر، ويقدروا هم نفسهم يجيبوا منها اللي هم عاوزينه. فكان ردها جاهز. تفتكر ايه؟ انها عايزة تبين بس انها شغالة وتبعت اي اخبار، وبكده هتفضل هي جنبه هنا. ومن خيبته صدقها وبلع الطعم، ووافق يكون عميل للموساد بكامل ارادته. وبقت مهمته وشغله الشاغل يعمل علاقات مع مصريين وعرب ويجمع اخبار منهم، لدرجة انه كان بيروح المطار ويعرف الرحلات اللي جاية من مصر، ويشوف المصريين ويسهل لهم امورهم كده، ومن هنا يصاحبهم ويعرف منهم اخبار. هي شهور قليلة وعمل شبكة علاقات كبيرة جدا من المصريين وموظفين شركات الطيران ومضيفين ومضيفات، وليلة كبيرة قوي قوي سعادتك. طيب ايه نوعية الاخبار بقى اللي بيجيبها منهم؟ اخبار اقتصادية، على نكت من المصريين، على اخبار سياسية، على اشاعات، على مخاوف، كل حاجة كان بيكتبها في التقارير، ويرجع على بيته بالليل يكتب التقارير ويسلمها لمندوب الموساد تاني يوم الصبح، وياخد آلاف الدولارات مكافأة ليه. أحواله المادية في الوقت ده ارتاحت جدا، والفلوس جريت في إيده. المهم بقى إن باباه ويليام عرف بطريقة ما إن ابنه سمير بقى غني ومعاه فلوس كتير، فابتدى يتصل بيه بحجة إنه محتاج فلوس يصرف بيها على البيت. وإحساس سمير اللي كان عميه هو وقتها الشماتة، ما صدق يحس ان باباه محتاج له وبيطلب منه فلوس. وتصدق بقى ما كانش بيرفضه علشان يفضل يتحايل عليه اكتر واكتر، لدرجة انه ساعد باباه انه يسافر ليه في المانيا علشان يقدر بس يشوفه وهو محتاج فلوس وبيتوسل ليه. كان بيتلذذ بتوسلات باباه. بس الموضوع ما كانش شوية شماتة كده وتعدي، لا، قرر ينتقم من باباه من اللي شافه معاه طول عمره. تفتكر بقى انتقم ازاي؟ اقول لك يا سيدي، نصب له كمين. والله اخده ووداه على مكتب هانز مولر صاحبه اللي اصلا شغال في الموساد، وعرفه عليه على اساس ان مولر صاحب مكتب مقاولات، وفهمه انه سبب الرفاهية اللي هو فيها دي كلها. وطبعا لان باباه بيحب الفلوس زي عينيه، فعرض عليه هانز مولر انه على استعداد يشاركوا ويبتدوا يأسسوا مع بعض شركة تجارية كبيرة هتكون سبب في ارباح كتير. ويليام باسيلي سمع الكلام ده وابتدى يعيش في أحلام لا ليها أول من آخر، وقعد يتخيل بقى الشركة الجديدة والفلوس اللي هيغرق فيها. ولكن صحي من أحلامه الجميلة على صوت مولر وهو بيطلب منه إن يجيب معلومات اقتصادية عن السوق المصري علشان تساعدهم في الشراكة الجديدة. وفعلا نزل على القاهرة وابتدى يجمع معلومات من هنا على معلومات من هناك، والسوق محتاج ايه بالظبط والحالة الاقتصادية في مصر، وكان نشيط قوي قوي في تجميع المعلومات. وبعت لمولر التقارير وقبض الثمن حوالي $1000، وتوالت التقارير لغاية ما راح زيارة مرة تانية على ألمانيا، وتفاجئ ان مولر غضبان جدا جدا ومتعصب على الآخر، لأن المعلومات اللي بيجيبها سطحية جدا، وإنه لازم يتدرب علشان يجيب معلومات أهم. ويليام اتفاجئ وكأنه أخد قلم على وشه. اتدرب مع مين وفين وليه اتدرب أصلا؟ قال له هتتدرب معانا مع الموساد الإسرائيلي. طبعا ويليام باسيلي تنح واتصدم، وفي عز صدمته راح مولر اداله كده $5000 كهدية يعني من إسرائيل. ولكن ويليام باسيلي الأب كان خلاص رجله وقعت في الخيانة،
وفي تقارير كاتبها بخط ايده، ما بقاش عارف يعمل ايه. كان ممكن على فكرة يتراجع او يبلغ السلطات المصرية، بس هو كان بيحب الفلوس قوي. قرر انه يكمل معاهم، وطمنوا مولر انه مستحيل يتكشف، وانهم اقوى جهاز مخابرات في العالم، وكلام البروباجندا المعروف قوي الحلو ده. وابتدوا يدربوه بشكل احترافي اكبر، وفتح مكتب للمقاولات في القاهرة علشان يقدر من خلاله يتجسس ويجمع معلومات. فكان بيعمل اجتماعات مع الناس اللي طالبين شغل في مجاله، وكان بينقي بقى ناس مهمة، ضباط متقاعدين وهكذا. أما ابنه سمير فكان شغال في سكته، يتعرف على مصريين ويعرف منهم معلومات من خلال دردشة عادية، أو بيستغل المصريين اللي مش لاقيين شغل. وفعلا قدر يجند كذا حد، ومن اللي جندهم 3 مصريين، ودول أبطال حكايتنا الحقيقيين النهاردة. ال3 دول على فكرة ما كانوش يعرفوا بعض، ولكن كانوا مصريين جدعان شكوا فيه، وأول ما نزلوا على مصر بلغوا المخابرات المصرية بكل اللي حصل. واخد بالك انت ال3 ما يعرفوش بعض خالص، فطبعا كان لازم المخابرات المصرية تتحرك بسرعة. وابتدوا خطتهم. في يوم راح راجل خليجي غني جدا على فين؟ على مكتب المقاولات بتاع ويليام باسيلي اللي هو أبو سمير طبعا، ودردش معاه وفهمه انه عايز يعمل مشروع كبير جدا في مصر، ومحتاج يعرف ايه اللي محتاجه السوق المصري. وطبعا ويليام حس ان الراجل ده جد جدا ومعاه فلوس كتير قوي، فطبعا كانت فرصة ما تتفوتش ابدا. وبقى يعرض خبراته واحصائيات من هنا على احصائيات من هناك، وكلام ايه يبانوا انه مهم قوي كده. وكان بيتباهى بخبرته في السوق المصري، واتفقوا يتعاونوا مع بعض. وراح ويليام متصل بسمير ابنه في ألمانيا علشان يستعين بخبرته في الموضوع ده. وفعلا سمير رجع على مصر ومعاه صديق وصديقة من ألمانيا، كانوا عايزين يتفسحوا في مصر، وده يعني ايه موضوع تاني كده. ووداهم على الأقصر علشان يفرجهم على الآثار وكده. وفي الطريق للأقصر كان سمير بيصور كل حاجة تفيد البعدة، مصانع على منشآت عسكرية وهكذا. ولكن في محطة القطر وقف يشتري جرايد من كشك، فلقى راجل طول بعرض كده كان لابس نظارة سودة وبيطلب منه يجي معاه في هدوء، واعتذر للصديق والصديقة الألمانية. وطبعا سمير فهم انه راح في داهية، لان الراجل ده كان ضابط في المخابرات المصرية، وودوه على جهاز المخابرات المصرية. واتفاجئ ان باباه كمان مشرف هناك، لان الراجل الخليجي الغني كان هو كمان ضابط مخابرات مصري. واكتشفوا ان في ملف كبير عبارة عن التقارير اللي كانوا بيكتبوها، يعني التهمة لابساهم. وما استناش على فكرة الموضوع كتير، لان الادلة كانت حاضرة. فاتحكم عليهم في مايو سنة 1971 بالاعدام للابن، و15 سنة اشغال شقة للاب، وطبعا مع عار ملازم للعيلة طول حياتهم. ودي كانت نهاية طبيعية جدا لأي حد يفكر يخون بلده. وخلصت حكاية النهاردة، وانتقام الابن من عقوق الأب ليه، وآخرتهم هما الاتنين. تفتكر بقى العقوق ده كان سبب للخيانة فعلا؟ أشوفك بقى قريب في عملية جديدة من عمليات المخابرات المصرية. اتفضل معايا.